السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، نتمنى الكل يكون على خير. اليوم بإذن الله عندي لكم وصفة ديال الجينواز المعتمدة عندي من سنين. قبل ما نبدا في الفيديو ديالي نبغي نشجع جوج قنوات بالله. قناة اولى قناة بنت الزحف، نتمنى الكل يدخل لهاد القنوات ويشجعهم ولكم الاجر باذن الله. نبداو على بركه الله في المقادير. عندي هنا 5 ديال البيضات الحجم الصغير، الا استعملتوا الحجم الكبير استعملوا 4 البيضات وقبصه ملح. بالنسبه للسكر عندي هنا 80 غرام السكر الخشن. انا ما كنستعملش السكر بزاف لان الجينواز باقي تابعها السيرو، باقي تابعها لاكريم، ولهذا كندير توازن في السكر. عندي هنا 160 غرام ديال الدقيق الابيض اللي هو الفورس، 160 غرام. عندي هنا لو زيت ديال الحامض، واللي ما عجبوش الحامض يدير الفاني. نبداو على بركه الله. او الفاني انا هنا نبداو على بركه الله. غناخذ البيض وغادي نزيد عليه السكر، وغادي نخدم هاد البيض وهاد السكر مزيان حتى يطلعوا بالبادور. الجينواز هذه معلومه، الجينواز ما كتطلعش لينا في الخلاط الكهربائي، حيت الجينواز راه ماشي هي الكيك العادي. الجينواز راه هي ما فيهاش دقيق بزاف، ما فيهاش الزيت، ما فيهاش ابار على الناس اللي كيستعملوا فيها شويه ديال الزبده شويه ديال الزيت. ولكن انا هذه ما كنستعمل فيها لا خميره لا زيت لا زبده، والله المعين. نبداو على بركه الله. بعد مرور 10 دقائق وانا كنطرب، شوفوا خصها تجي على هذا القوام كريمي. نصيحه الجينواز كتبغي شويه ديال الصبر. شوفوا كي خصها تجي القوام ديالها كريمي. دابا غادي نخويه هاد البول في هاد الصلادي باش نخدمها على خاطري. من بعد حطيتها في هاد الصلادي باش حيت لا صلادي شويه عريضه، هذيك ما غاديش تخليني نحرك الدقيق على خاطري. الدقيق نزيدو شويه بشويه على هاد الطريقه بمعلقه، ونعملوا هاد الحركه من الفوق لتحت. علاش؟ باش ما يتهرسش لينا البيض، باش البيض اللي طلعنا ما يعاودش يطيح. الا خدمنا في شي حاجه واسعه كتجينا الخدمه سهله بلا بسباتيلا. نبقى على هاد الطريقه حتى نكمل هاد الدقيق اللي عندي ونطلقها. العجين ديالنا ها هي من بعد ما دخلت الدقيق. دابا انا غادي نخويها في هذا المول اللي ديجا دهنته بالزبده مع الجناب. المول عادي، المول اللي كناخذ العبار به اللي بغينا،
دائره كبيره صغيره. انا استعملته هنايا لا جينواز، حيت لا جينواز ما كتخرج لا مع جنب لا والو، لانها هانتوما كي كتشوفوا هي ديجا واقفه. شفتوها؟ المهم انا غادي نخويها هنايا، ومن بعد ان شاء الله ملي طيب وتوجد غنقول لكم القطر. حتى القطر ديال المول مهم بزاف، ماشي غير نجيو نقولوا للانسان 4 البيضات. القطر ديال المول حتى هو مهم بزاف بالنسبه للجينواز. الا عرفنا القطر شحال في المول غادي نعرفوا شحال ديال البيض غادي نستعملو، ولهذا فهو مهم. انا غادي نخوي هاد العجين، من بعد ان شاء الله ملي طيب لا جينواز غادي نقول لكم القطر اللي استعملت شحال، اللي في هاد المول شحال. يعني داكشي ما عمري ما عبرته، ولكن نتوما حباباتي الاحبه ديالي غادي نقول لكم شحال. جينواز ديالنا من بعد ما خرجتها من الفرن دابا غادي نديمو ليها ومن بعد نقدمها لكم. الجينواز ديالنا ها هي من بعد ما طابت. القطر ديال المول 22 سنتيم. 22 سنتيم. المهم في هذا الجينواز قبل ما نكمل الفيديو ديالي، هو البيض يتخدم مزيان 10 دقائق. كما قلت لكم في وسط الفيديو الجينواز كتبغي شويه ديال الصبر، واخا غادي نطول عليكم ولكن النصيحه مهمه. وما نستعملوش الخميره، لان البيض الا تخدم مزيان راه هو اللي غادي يطلع لينا هذا السمك هذا. والفران يكون على 180 درجه، 170 حتى 180، وطلع على خاطرها. 25 دقيقه انا كتاخذ من معايا. واللي عجبو الفيديو يدير لايك ويدير اشتراك، وتبارك الله عليكم والسلام عليكم.